الهدف. بالنظر إلى تاريخ نشوء المجتمع وتاريخ المرأة نلاحظ بأن فترة العهد الأمومي هي الفترة التي لعبت فيها المرأة دورا بارزا في إدارة العائلة والمجتمع، وكوننا نرى أنفسنا مسؤولات عن حمل شعلة نجاح مشروع الأمة الديمقراطية الذي هو بمثابة مشروع الشهداء والمرأة الحرة، وذلك عن طريق تأسيس منظمة ومجلس خاص بالمرأة لكي تكون بدورها الكيان الذي يجسد دورنا وهويتنا ضمن المؤسسات الديمقراطية العامة. بردوام سنگی دبو لگوری في جن کاری و گلک خدمتا پیدان بکه داکو بگهی جه آواهی اجبا کاری خستن کری و سرخبونا ویریز بگره و بپارزن. جبر ویه که اما کجنین روش آوا بطایبتی و لباکو رجلات سوریه بگشتی و دایت و جنین شهیدان رادگهینن کو ام برپرسیاره کو دمشق آزادیه ده امجه خوال همبری ذهنیت باقصالاری دستلابداری و دولت پاریزیه یه و مافین جن جواک و کردان انکار دگن. يعني جي نادي مجلس يجي مجلس المرأة لعوائل الشهداء في روجافا. تابع الكلمة تابع جسده. يعني بعربي لو حرف ترجمة هاي كده. أريد يجي مجلس جن أقول جد ما بدي شهيدة أو بعربي نحن جد تابع كلمة تابع روري راكرن جدرا يعني وقت بردجي مجلس المرأة لعوائل الشهداء في روجافا أبدا نبيستنا. يا سيامين تأسيس منظمة ومجلس خاص بالمرأة، شو المنظمة بتنظيم مباشر. ثلاثة العمل على التعليم المهنية لأولاد الغير قادرين على إكمال دراستهم من مهن ميكانيكية وكهربائية وغيرها من الأعمال. أربعة إعطاء دورات تعليمية للأعمار من 18 سنة وما فوق، وتعليم اللغات الكردي والعربي والإنجليزي، وتعليم الكمبيوتر، وتعليم برنامج الحاسوب. چار زاروکین تمنی وان جورا 18 سالان جوان را پرورده زمان کردی، عربی و انگلیزی وردایی لکیلک پرورده کامپیوتر و برنامه ICDA وردایی. پلانسازی جبوی جنان یک آواکرنا اکادمیه که تایبت بجنه داکو پرورده ببینه دو داینا پرورده بردوزی لکیلک پرورده چندی مسلکی و زانستی جدایی هفجین و خشک شهیدان را وجيانك آزاد وبيشروجك بروني جبو مسوكر كرنا شورشا روجافا وبارسنا نرخي شهيدان وبيش خصنا حمو جياني جنان أم سوز ددن كوبحا